صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل الفتة من الأكلات المصرية اللي مفيش حد ما بيعملهاش في العيد. وهنعملها من أول سلق اللحمة لغاية فكرة جديدة للتقديم. والفتة مش قصة شوية مكونات على بعضهم، لا احنا هنعملها بحب. ازاي من شوية مكونات نعمل أكلة تفرح بيها أولادنا وعيلتنا في العيد، وطعمها وشكلها تحفة فنية، كأننا بنعمل تورتة مش فتة. وأول حاجة هنعملها إن احنا هنجهز عيش الفتة. العيش ده كان عندي في التلاجة بقاله 4 أيام، طلعته من التلاجة وبعد كده جبت صينية وقطعته بالمقص كده حاجة حتت صغيرة. ومش هضيف له سمنة ولا زيت ولا أي حاجة، أنا هحمصه زي ما هو كده. هدخله على الفرن في الرف الأوسط على درجة حرارة 200 على الشواية، ويتحمص معايا، ولا هضيف له أي حاجة ولا هقليه. وبعد كده هنجهز بقى اللحمة، نسلق اللحمة. هنجهز طاسة على النار هنسخن فيها حتة سمنة، وهننزل اللحمة فيها. الطريقة دي بتطلع شوربة جميلة جدا، وبتخلي ما يكونش فيه ريمة في الشوربة وطعم، واللحمة بتتسلق بسرعة لأن بتقفل مسامتها. هنضيف بقى شوية منكهات. هنضيف بصلاية وطماطماية، وهنضيف ورق لوري وحبهان، وهدي اللحمة صدمة كده. وهرش فلفل أسود. والمكون بقى الخطير اللي هيطلع الشوربة واللحمة جامدة جدا، وهتضيع ريحة زفارة الضاني، ال11 بهار. التوابل دي بجد رائعة، يعني هي ب2 جنيه سعرها، بس بتعمل الشوربة حاجة وهم كده. وهنقلب اللحمة على الناحية التانية. وبس كده، وهنزل عليها المية السخنة. وهغطيها، وقيمة ساعة الا ربع كده اللحمة تستوي معانا، وهتطلع معانا زي الزبدة، زي ما انتوا شايفين كده. هنجهز الرز، وهنعمل فيه تركاية جديدة. هننزل السمنة وهنخليها تسخن معانا، وهننزل فيها حوالي نص كيلو رز. يعني شوية دول كان زايدين معايا من أكلة قبل كده. وهنشوح الرز. وهننزل مكعب مرق، وهنشوحه مع الرز. أول ما الرز يسخن كده معانا، هننزل المية السخنة قيمة بس سنتي واحد بس، مفيش غيره. هننزل بالملح، وهنحط رشة بسيطة بس خالص من الفلفل الأسود عشان الرز ما يغمقش معانا. وهنغطيه، واول ما المية تسخن هنهدي النار خالص. هيطلع معانا مفلفل وجميل جدا، وغير طعمه روعة. زي ما انتوا شايفين كده مفلفل، والواحدة بوحدتها زي ما بيقولوا كده. جهزنا اللحمة وجهزنا الرز وجهزنا العيش. ندخل بقى على الصلصة. هنحط معلقة سمنة ونسخنها على النار.
لو وصلت لغاية هنا ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة وتكتبي لي تعليق حلو زيكم كده. وهنزل الثوم المفروم، وهنزل معلقة كزبرة ناشفة وهنشوحهم مع بعض. وهننزل معلقة خل، وهنزل معلقتين صلصة طماطم، وهنشوحهم كده على النار. وبعد كده هننزل عصير الطماطم اللي احنا عصرينه ومصفينه، وهنضيف معلقتين شوربة عشان يطعموا لنا الصلصة. ونسيبها تتسبك حبة كده، وهنضيف الملح والفلفل ومعلقة سكر كبيرة. هنحمر اللحمة على النار، ممكن نحمرها وممكن نحطها في الفرن، مفيش مشكلة اللي انت عايزاه. انا حمرتها في معلقة سمنة بلدي. وبس كده نكون عملنا الفتة جميلة جدا وشكلها وطعمها جنان. وكل سنة طيبين، عيد سعيد عليكم. يا ريت ما تنسيش تشوفي فيديوهات العيد كلها. عاملة رقاق باللحمة، وعاملة اللحمة المشوية بدون فحم ولا دخان ولا أي حاجة، وعاملة الكفتة المشوية. وما تنسيش تحلي بقى بتورتة الجيلي. كل سنة وانتم طيبين، وما تنسيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة والتعليق حلو من تعليقاتكم. سلام.